مش كل القرى محتاجه اثار او معالم سياحيه علشان تبقى مميزه. في قرى قيمتها الحقيقيه في اهلها وتاريخها وكل شارع فيها. والنهارده احنا في قريه ناس كتير سمعت عنها لكن قليل اللي يعرف حكايتها. احنا النهارده في قريه الحسنين، مركز منشيه القناطر، محافظه الجيزه. يلا بينا. الحسنين من القرى القديمه اللي كانت تبع قريه المناشي، وبعد كده بقت قريه مستقله بذاتها، ومن وقتها وهي بتكتب تاريخها بايد اهلها جيل بعد جيل، محافظين على روح المكان. لا وكمان اللي بيميز الحسنين موقعها الجميل، قربها من نهر النيل بيديها هدوء وطبيعه مميزه. وفي نفس الوقت طريق الحسنين الجديد بقى شريان مهم جدا بيربط بالنكله وبرقاش والجلات، وسهل حركه الناس والتنقل بين القرى. وده يعتبر مدخل البلد الرئيسي لقريه الحسنين. لسه في معلومات اكتر، تعالى معايا. واجمل حاجه في اي قريه هي ان انت تقف عند بيت من بيوت ربنا. وقبل ما نكمل جولتنا حابب افكر نفسي وافكركم بحاجه. اول حاجه هنتحاسب عليها يوم القيامه هي الصلاه، فلو سمعت صوت الاذان ما تاجلوش، قوم صلي، يمكن تكون سبب في رضا ربنا عنك، وربنا يجعلنا جميعا من المحافظين على الصلاه. قولوا امين. وده يعتبر اكبر واشهر مسجد في الحسنين، المسجد الكبير. وانا ماشي بقى في شوارع الحسنين لفت نظري حاجه مهمه جدا، وهو شكل البيوت القديمه. بيوت يمكن الزمن غير شكلها لكنها لسه محتفظه بروحها. بص كده هشام معايا على الباب ده. ايه ده؟ هو في ايه يا جدعان؟ الحسنين فعلا لسه محافظه على الاصول بتاعتها. كل حاره هنا ليها ذكرى، وكل بيت عاش فيه ناس تعبوا وربوا اولادهم وسابوا اثارهم في المكان. الحسنين فيها اختلاف اديان، والمنطقه اللي انا فيها دي فيها مسلمين وفيها مسيحيين، لكن في ترابط ما بينهم قوي جدا، مفيش اي فرق زي ما احنا شايفين. واول ما تدخل الحسنين هتلاقي اللون الاخضر في كل اتجاه. الزراعه هنا مش مجرد مهنه، دي اسلوب حياه. الارض بالنسبه لاهلها هي الخير والرزق، ومن سنين طويله شهد على اجيال كامله زرعت وحصدت وعمرت. اللي بيميز الحسنيين مش الشوارع ولا المباني، اللي بيميز الحسنيين هو روحها، روح البساطه والاحترام والترابط بين الناس. ودي قيم لسه اهل البلد محافظين عليها، وبتخلي اي حد يزورها يحس ان هو وسط اهله. ودي يمكن اكتر حاجه خلت الحسنين محافظه على اصالتها وترابط اهلها لحد النهارده. واكتر حاجه عجبتني هنا هي الناس. هتلاقي الصغير قبل الكبير عارف قيمه الشغل، والكل هنا بيجري على رزقه بالحلال. تعتبر الحسنين من اهدى القرى اللي صورنا فيها في مركز منشيه القناطر. لسه مكملين، يلا بينا. كن جميلا ترى الوجود جميلا. ودي منطقه في الحسنين يعتبر فيها خدمات. اللي قدامنا دي مدرسه المصطفى الثانويه المشتركه بالحسنين، والقرى بتتطور كل يوم عن يوم. احنا هنا عند مكتب بريد الحسنين. فلو انت من الحسنين اكتب لنا ايه اكتر حاجه مميزه في بلدك، او لو تعرف حد فيها اعمل له منشن في الكومنتات علشان نشوف الفيديو ده. وما تنسوش اكتر اسم بلد هيتكتب في الكومنتات دي اللي هنصور فيها الفيديو اللي جاي. يلا سلام.